عمرك سولتي راسك علاش كل مره كتقولي فيها هاد المره غنتبدل ديال بصح، وكتبداي بحماس ومن بعد ايام ولا اسابيع كلشي كيرجع كيف كان؟ واش حيت ما عندكش الاراده، ولا حيت ماشي قويه كفايه، ولا كاين فيك شي خلل؟ دابا غادي نقولها ليك من الاول بوضوح. لا لا لا، المشكل ماشي فيك، المشكل ان عقلك خدام باليات نفسيه كتخليك تفشلي في التغيير وكتظني انك ضعيفه. اليوم غادي نفتحوا هاد الاليات اليه باليه. مرحبا بكم معايا، انا زغى، مربيه متخصصه في الطفوله الناشئه وباحثه في علم النفس المعرفي والدراسات الاسريه. من خلال الدراسه، البحث والتجربه الميدانيه لاحظت حاجه كتعاود ما بين بزاف ديال الناس، خصوصا الامهات. عارفين شنو خاص يتبدل في حياتهم، ولكن كيبقاو محبوسين في حلقه فارغه. ماشي حيت ما باغيينش يتغيروا، وماشي حيت ما عارفين شنو يديروا، ولكن حيت خدامين بآليات نفسيه خدامه في الكواليس كتحكم في السلوك في القرارات بلا ما نكونوا واعيين بها. في هذه الحلقه نخرجوا من منطق شنو خاصني ندير وندخلوا لمنطق اعمق، علاش عقلي كيخرب عليا التغيير. الاستاذه كاتي ميلكمان عالمه السلوك وبروفيسوره من جامعه بنسلفانيا، وبالضبط في كليه وارتون، قضات اكثر من 20 سنه كتدرس علاش الناس كيبغيو يتغيروا وما كينجحوش، وبالتعاون مع اكثر من 180 باحث وباحثه وصلت لنتيجه مهمه بزاف. التغيير ما عمره ما كان مساله اراده، التغيير هو مهاره وكيعرقلوها في بعض الاليات النفسيه كيشاركوا فيها تقريبا جميع البشر. دابا غادي نمشي لكم لهاد الاليات اليه باليه. الاليه الاولى، هاد الاليه احنا معروفه عندنا كنقولوا غادير ما صعيب غير البديه، غابده راه ما صعيب غير البديه. هذه حقيقه. الاليه الاولى هي صعوبه البدايات. اول اليه كتوقف اي تغيير هي عدم القدره على البدء. كتكوني عارفه شنو باغيه، كتفكري فيه وكتحسي بالذنب الا ما درتيهش، ولكن ما كتبدايش. علاش؟ حيت البدايه كتطلب مجهود ذهني كبير. العقل كيكره ينتقل من مرحله الاستقرار الى مرحله جديده. العقل كيبغي ديما يبقى في لي زون كونفور، منطقه الراحه. الحل العلمي هنايا هو ما كيتسمى بتاثير البدايه الجديده. شنو كنقصدوا بهذا التاثير البدايه الجديده؟ العقل كيتشجع في بعض اللحظات، بحال مثلا انك دخلتي لفصل جديد، سواء كان بدايه سنه جديده اللي حنايا فيها حاليا، بدايه اسبوع، عيد ميلاد، انتقال من بيت لاخر، ولاده، حتى يوم الاثنين عنده هاد الميزه هذه ديال تاثير البدايه الجديده، بحيث اننا كنقدروا نخليو فيها انا القديمه ديالي، الانا القديمه، وكنقولوا هذه انا الجديده غنكون في هذا الاسبوع بهذا الشكل هذا. هذه الانا الجديده. هذا التاثير ديال البدايات الجديده مهم بزاف، ولكن واخا هذا التاثير قوي، ولكن راه ما كيضمنش الاستمرار. وهنا الغلطه اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الناس. بالنسبه للآلية النفسيه الثانيه هي الدفاعيه. العقل ديالنا مبني باش يفضل اللذه الفوريه على الفائده المستقبليه. بمعنى فاش كيكون عندنا جوج ديال الاحتمالات او جوج الاسئله، واش نشوف مسلسل دابا ولا نكمل البروجي اللي بديت فيه، واش نرتاح دابا ولا ندير الرياضه. غالبا العقل ديما كيختار الاسهل الامتع والاريح، والحل ماشي هو نقاوم، الحل هو نتحمل. اذا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحولوا السلوك المفيد لواحد الحاجه ممتعه، ما تبقاش واحد الحاجه كنفكروا فيها كنحسوا بواحد الصعوبه وحنا كنديروها. الا ربطناها بواحد الحاجه ممتعه غتولي تعجبنا ديك الحاجه اننا نديروها. مثلا بغينا نديروا الرياضه، ماشي ضروري نمشي للصالوس
وندير نهز الات ثقيله ونخدم بالساعات وندير حركات اللي انا ما قادش عليهم، ومن بعد نحس بالاحباط ونقول ما قدرتش نكمل. لا، ممكن ندير نص ساعه ديال الرقص وانا كنستمتع. ممكن نتمشى مع شي صديقه، حنا كنهضروا كندردشوا في نفس الوقت، كنتمشاو نص ساعه بلا ما كنحسوا بالوقت، وهو راه مفيد للصحه ديالنا. او ممكن نكون كنتمشى وانا كنستمتع لشي بودكاست كيعجبني، بحال مثلا سمعوا ليا قول لي على زين صوتك. هاد التقنيه كتسمى تجميع الاغراءات، يعني كنربطوا حاجه مفيده بحاجه اللي كتبغيها نفسنا، لان العقل ما كيقاومش المتعه، العقل كيتبعها. الا ربطنا المتعه بالافاده العقل ديالنا ما كيقاومهاش. ودابا غندوزو الآلية الثالثة. الآلية الثالثة هي التسويف. التسويف ماشي كسل، التسويف هو الهروب من الألم النفسي. أي حاجة كتخليك تحسي بالضغط، الخوف أو عدم الكفاءة، العقل كيقترح عليك خليها من بعد، خليها حتى الغدا، خليها حتى السيمانة الجاية، خليها حتى الشهر الجاي، خليها من بعد. نحن هنا ماشي التنظيم فقط، ولكن المساءلة، إما مكافأة واضحة أو عقوبة بسيطة ولكن واقعية. بحال مثلا ملي كتفقي مع شي صديقة بأنني إلا كملت مثلا هذا الشهر ديال الرجيم، مثلا ناخذ الرجيم كحاجة اللي مبغيناش نبداو فيها التسويف، إلا كملتو ونقصت واحد العدد ديال الكيلوات، في نهاية الشهر غادي ندير واحد الرحلة لواحد المنطقة، هذه مكافأة أو التزام قدام شي شخص. عندك البروجي نهار تاريخ المحدد غادي نعطيه لك، مثلا اسبوع او هذا غادي نكون كملت على حسب المده اللي ممكن تخدم فيها داك البروجي. وإلا ما عطيتوش ليك مثلا غادي يكون واحد الخصم من المبلغ اللي غادي تعطيني مقابل داك البروجي، او مهم شي حاجه بحال هكذا، يعني غادي يكون فيها عقوبه ليك نتايا وننتيا. هنايا العقل كيحس بانك تخسر شي حاجه، دونك كيحركك انك تخدم داكشي وتنجزو. والحاجه الثالثه ممكن الا ما كانش لا هذا ولا هذا، ماشي ممكن انك تقوم بشي رحله او شي مكافاه، وما كاينش شي شخص اللي واقف لك على راسك باش دير له واحد الخصم، ممكن تدخل في رهان رمزي مع نفسك، تحدي مع نفسك. هنا العقل كيتحرك من كيحس بأن التأجيل عنده ثمن. أما بالنسبة للآلية النفسية الرابعة فهي النسيان. بعض المرات كنخططوا بنية صادقة، ولكن ملي كيجي الوقت كنساو، ماشي لأن الهدف ماشي مهم، ولكن لأن العقل ما كيخدمش بالذاكرة المستقبلية مزيان. الحل هو تحويل النية لخطة ملموسة، وقتاش، فين وكيفاش. بحال مثلا غنقرا، بغيت نقرا هذا التخصص او بغيت نقرا هذاك الكتاب، ما غاديش نقول غير بغيت نقرا، نقول غنقراه مثلا نهار 2 مع 9 في الصالون، او لا نهار الحد ينفق مع الصباح. مهم كتربطوا بفين ووقتاش وكيفاش. وكل ما كانت الخطه دقيقه كل ما نقص الاعتماد على الذاكره، يعني ما كنبقاوش نساوه. اما بالنسبه للآلية النفسيه الخامسه هي الميل للطريق السهل. العقل كسول بالطبيعه ديالو، وهذا الشيء ماشي عيب، هذا الشيء بقاء، هذه واحد الآلية ديال البقاء كيخدم بها العقل ديالنا. ولكن في التغيير خاصنا نبدلوا البيئه ماشي النيه. بغيتي تاكلي صحي خلي الخضر واجده، بغيتي تنقصي من التليفون حيدي التطبيقات من الواجهه، كتخليك مجرد ما كتشوفي غير الساعه كتقولي اجي نطلع نشوف. ما كانوش كيبان لك التطبيقات وما كيبان لكش فيهم لي نوتيفيكاسيون وتقدي ما تدخليش، لان الناس اللي ناجحين راه ماشي قوى منا، هما داروا او اختاروا السلوكات الجيده، وهذه طريقه مزيانه بزاف. بالنسبه للآلية النفسيه السادسه
هي ضعف الثقة بالنفس للأسف. لأنك إلا ما كنتيش مصدقة أنك تقدري، العقل غادي يبقى يخرب عليك المحاولات قبل ما تبداي. والثقة ما كتجيش من النجاح، كتجي من التجربة زائد المعنى. ومن أقوى طرق لبناء الثقة تعطي نصيحة لشي واحد آخر. العقل ملي كيشوفك كمرجع كيبدل الصورة ديالك على راسك. مثلا شي صديقة قالت لك ما كنقدرش انا نفيق الصباح بكري، واش عندك شي طريقة؟ هنا واخا انت تكوني ما كتفيقيش بكري غتبقاي تلقاي لها الحلول، كتلقاي معها الحلول. غتقول لها وديري شي ابليكاسيون اللي كتحتاج واحد المجهود ذهني. كاينين مثلا لي زابليكاسيون اللي كديرها كالارم ولكن كتعطيك تحسب واحد العمليه حسابيه عاد باش تسكت ديك الالارم. كتكون مزعجه، وهاد الطريقه هذه فاش يعني عقلك كيفيق باش يخدم ديك العمليه الحسابيه ويسكت داك الالارم، هنا كتفيقي. او لا مثلا كتبقاي تلقاي معها حلول، كتقولي لها وديري الالارم 90 دقيقه قبل الوقت المحدد للفياق ومن بعد 90 دقيقه. هنا كتدخلي في دوره نوم كامله وكتقدي تفيقي من بعد منها من بعد 90 دقيقه، يعني الوقت المحدد كتفيقي فيه مزيان. هاد الطرق الا كنت انا كنعاني منهم وكنعاني مثلا انا ما كنفيقش بكري، ولكن عطيت نصيحه لشخص اخر، عقلي كيعرف بانني عارفه، عندي معرفه وعندي تجربه. لانني مثلا انا فاش كنقول لك هادشي انا جربته، كتولي داك التجربه والمعرفه كيعطيوني الثقه في النفس. هادشي طبعا حسب البروفيسوره اللي ذكرنا، هي اللي توصلت لهاد الاليات من بعد ما دوزات اكثر من 20 سنه في البحث. اما بالنسبه للاليه النفسيه السابعه والاخيره فهي التاثير الاجتماعي. احنا كاشخاص كائنات اجتماعيه بالطبع ديالنا، بحيث اننا كنسخوا بلا وعي سلوك الناس اللي دايرين بينا. وإلا كان المحيط ديالك ما كيدعمش التغيير غادي تحسي بانك غريبه وغادي ترجعي ديما للور. الحل خاصك تغيري المحيط. ما كنهضروش طبعا على العائله، ما كنهضروش على الاخوه، ولكن كنهضروا اغلبيه على الاصدقاء، لاننا كنتاثروا بالاصدقاء اكثر. ما يمكنش انا باغا ننجح في حياتي وباغا ندير بزاف، ندخل في بزاف ديال التحديات نفذها وهذا، وتكون صديقه ديالي كسوله كتشجعني على الكسل على الراحه على انا غنتاثر بها لو قبل هذا الشيء خصنا نختاروا المحيط اللي كنتسنيو ليه. وهنا فاش كنقولوا المحيط كنقولوا الناس اللي احنا كنختاروا اننا نكونوا معاهم، ماشي الناس اللي يعني ما اختاريناهمش. العائله ديالنا ما اختاريناهاش، هي هكذاك ما عندنا ما نبدلوا فيها وما ما عندناش كيفاش نديروا نغيروها. سينو الا ما كانش ممكن نبنيو واحد المحيط جديد ولو عن بعد. مثلا محتوى كنتفرج فيه كيشجعني كيدعمني، كتب، دي بودكاست اللي ولاو دابا واحد الحاجه مهمه في حياتنا، ونشوف من خلالهم خصني نتبع الناس اللي كيشبهوني، الناس اللي باغا نكون بحالهم، الناس اللي باغا نتاثر بهم. الا كان التغيير مؤلم ممل متعب هنا غنحكم عليك بالفشل. ولكن ملي كنفهموا الاليات النفسيه كنخدموا معاها ماشي ضدها، التغيير كيولي اخف انساني اكثر. انت وانتي ما فيك حتى عيب، انتي غير انسانه بعقل بشري. الا حسيتي براسك في اليه من هاد الاليات كتبها لينا في التعاليق. الا حسيتي بان هاد الحلقه غادي تعاون شي شخص شاركها معاه. نتلاقاو في حلقه جديده نكملوا نفكوا العقل باش ما يبقاش يخدم ضدنا. خليتكم على خير.